نهاية مسلسل الأراضي الخصبة أو الأراضي المباركة بطولة إنجين أكيويك بعد 5 حلقات فقط. أنهى فريق عمل مسلسل الأراضي المباركة رحلته سريعا هذا الموسم بعد أن اتخذت قناة شو تيفي والشركة المنتجة قرارا بإيقافه عند الحلقة الخامسة، وذلك عقب تراجع نسب المشاهدة خلال الأسابيع الأولى رغم التعديلات التي أجريت على مستوى الإخراج والكتابة. وجاء هذا القرار ليضع العمل ضمن قائمة المسلسلات التي اختتمت مبكرا في موسم درامي يشهد منافسة واسعة. أكد الصحفية بيرسين ألتونتاش أن القناة والشركة المنتجة فضل إنهاء المسلسل مبكرا لتجنب المزيد من الخسائر، خاصة بعد استمرار انخفاض نسب المشاهدة في الحلقات 3 الأولى. وانعكس هذا التراجع على مستوى العمل سريعا، إذ لم تنجح التغييرات الفنية في رفع الاهتمام العام أو تعزيز نسب المتابعة. ورغم محاولات تحسين الإيقاع الدرامي، بقيت النتائج بعيدة عن توقعات صناع العمل، ما دفعهم إلى حسم المصير النهائي قبل الوصول إلى منتصف الموسم. وشكل قرار الإيقاف حدثًا لافتًا بالنسبة لنجم إنجين أكيويك الذي يمتلك سجلًا طويلًا من الأعمال الممتدة على مدار أكثر من 20 عامًا، لم يعرف خلالها نهايات مبكرة مماثلة. ويعد مسلسل الأراضي المباركة أول عمل يتوقف قبل وصوله إلى الحلقة العاشرة، ما جعل نهاية عرضه محط نقاش واسع بين المتابعين.